تعالى للمكثف. المكثف هو عباره عن ايه؟ المكثف هو اداه لتخزين الطاقه الكهربيه. شبهته لك ان هو اعتبره شبه الباور بانك، بتشحنه عشان بعد كده هو يفرغ. ماشي؟ فبقول لك هو دي اداه لتخزين الطاقه الكهربائيه بس على هيئه مجال كهربي. كنت قايل لك اثناء الشرح في المنهج ان المكثف دوت ليه قانون، ليه سعه تخزين. اي حاجه بتخزن، ماشي؟ وقلت لك مثلا مثال الميه، لو انا عندي مثلا درق ميه صغير ودرق ميه كبير، كل واحد ليه سعه، ماشي؟ معتمده السعه دي على ايه؟ تصنيعي للحاجه نفسها، تمام؟ مش الحاجه اللي بخزنها. يعني انا مثلا عندي درق صغير عايز احط فيه ميه، كل ما احط فيه ميه سعته هتزيد؟ لا طبعا. فبالتالي الحاجه اللي بخزنها جوه الشيء نفسه هي مالهاش علاقه بالايه؟ ما تاثرش على السعه. مين اللي ياثر على السعه؟ وانت بتصنع المكون بتاعك. فانت هنا السعه اللي هي سي حضرتك هو عباره عن ايه؟ لوحين، وكل لوح منهم بيتخزن عليه كهرباء. هنشرح بالظبط ازاي. واللوحين دول ما بينهم كده في مسافه اسمها دي، وكل لوح منهم عنده مساحه ايه، وفي بينهم ماده عازله اللي هي اسمها الابسلون، ماشي؟ البرمابيلتي، تمام؟ سماحيه الماده العازله اللي هي الابسلون ديت هي اللي بتدي لك قدره على التخزين. كل ما السماحيه للماده العازله تسمح ان يتخزن عليها اكتر، كل ما تبقى سعه المكثف اكتر، ماشي؟ لان العوازل مختلفه في قدرتها على التخزين. فانت حضرتك السعه بتاعه المكثف بتساوي ايه؟ الابسلون اللي هي السماحيه للماده العازله مضروبه في مساحه احد اللوحين على المسافه بين اللوحين. فانت حضرتك دي لو زادت السعه بتقل، لو بعدت اللوحين عن بعض السعه بتاعتك بتاعت التخزين هتقل، لو زودت او لو قللت بقى الاي، ماشي، اللي هي الابسلون يعني، تمام، دي كمان تقل طردي. ولو المساحه قلت يبقى السعه بتاعتك كمان قلت، ماشي؟ فتبقى عارف بس العوامل اللي بتوقف عليها السعه، ماشي؟ وتبقى حافظ القانون بالمره، مش هيخسر حاجه. طيب انا عايز افهم بقى مستر، هو ليه المكثف ده انا ما درستوش مع التيار المستمر في الفصل الاول؟ تعال هفهمك. دلوقتي ادي المكثف بتاعنا عنده لوح هنا ولوح هنا، ماشي؟ ادي اللوح الاول وادي اللوح الثاني، اللوح A وادي اللوح B، وجيت انا وصلته بمين؟ ببطاريه، والبطاريه ديت كانت القوه الدافعه بتاعتها مثلا 5 فولت، ماشي؟ وجيت حطيت هنا كمان لمبه. ايه اللي هيحصل اول ما اقفل؟ ركز بقى معايا. كل لوح من الالواح دي هو متعادل كهربيا. يعني ايه متعادل كهربيا؟ يعني حضرتك هو عنده موجب قد ما عنده سالب. يعني الجهد بتاع اللوح ده بيساوي صفر، وجهد اللوح الناحيه الثانيه بيساوي برضو كام؟ صفر. ده جهد كل لوح.